عندنا هنا بسكوت ال10 دقايق، بسكوت البيضة الواحدة، بسكوت ما بياخدش وقت وبيبقى مقرمش وبيبقى عملي جدا، وكمان بتطلعي منه كمية، يعني كوبايتين دقيق هنطلع منهم كمية كبيرة. كان الطبق دوت وكان فيه كمان طبق زيه تاني. تمام. اول حاجة عندي بضاية هنزل عليها بمعلقة فانيليا، وعندي كوبايتين دقيق هشيل منهم معلقة دقيق واحط بداله معلقة كاكاو خام، وعندي نص كوباية زبدة ممكن تستبدليها بنص كوباية زيت، نص كوباية زبدة على زيت. عندي ربع معلقة بيكنج باودر صغيرة، و5 معالق سكر. المكونات بتاعتنا 4 مكونات سهلة جدا. اول حاجة هحط الزبدة مع البيض مع السكر وهضربه كويس قوي في الخلاط. وهنا هحط ذرة ونطرة ملح صغيرة، وهقلب المقادير كلها مع بعض. بعد ما ضربته في الخلاط هنزل على الخليط اللي هو الجاف، وهبتدي ان انا اشكلها عندي عجينه زي ما انت ما شايفه كده بالشكل ده. اول ما اعرف ان هي بتقطم معايا على طول يبقى كده جاهزه للاستخدام. هبتدي دلوقتي ان انا اخد بقى العجينه بتاعتي واغطيها بكيسه، وهبدا الشغل فيها. هفردها كده، السمك بتاعها بيبقى متوسط، ما بيبقاش كبير ولا بيبقى تخين قوي، عشان خاطر ما يبقاش ني من جوه. هشكله كده بالفرم ديت، او ممكن شكلها تعمليها كوره وبتعمليها كده بالشوكه. كل الاشكال دي بتبقى حلوه. دوت كان شكل انا عملته. وعملت الشكل التاني بالبصامه اللي هي بتبقى بلاستيك ديت صغيره، ممكن تعمليها بردك بكوبايه لو عايزاه دواير او كده. الشكل اللي انت عايزاه بتعمليه. ممكن بردك ممكن تكوريها، وبتيجي بالشوكه كده بتقومي عامله عليها، فبتدي شكل حلو قوي قوي. طبعا ببقى محضره السيجان عندي، ما بيدهنوش زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، بيبقوا ناشفين كده. ببقى مسخنه الفرن بتاعي وبيدخل على درجه حراره 160. تمام. الفرن طبعا بيبقى متسخن. بخلص الكميه كلها وببتدي ان انا ادخلها في الفرن وهو متسخن. دوت كده. بصي شكله بعد ما عملت الرسومات اللي فيه كلها. تمام. الفرن بيبقى متسخن على درجة حرارة 160، وطبعا كل فرن غير التاني. بس ما يكونش اهم حاجة ان انت يبقى متسخن كويس، ولما تيجي تدخليه بيبقى في الفرن الرف اللي في النص، وبيبقى النار بتاعته وسط. ده شكله بعد ما طلع وهدى. ما تمسكيهوش طول ما هو سخن، سيبيه لما يبرد خالص في الصاجة او في الصينية، وتقومي مطلعاه ورصاه بالشكل ده. ممكن تحطيه في علبة او في كيسة، وتقومي رابطه الكيسة عشان خاطر ما يطراش منك بعد كده. تمام. بصي شكله مقرمش جدا. طعمه حلو قوي قوي قوي. وفضل عندي لتاني يوم برضك لقيته مقرمش، كأني لسه عاملاه في نفس اليوم. يا رب الوصفة تعجبكم، وما تنسوناش في اللايك.